خبر ممتاز جدا هيسهل الشغل الاونلاين على كل الفريلانسرز القائمين على فيزا ريدوت باي. اعلنوا النهارده على جروب التليجرام الرسمي بتاعهم وعلى صفحه تويتر الرسميه بتاعتهم انه في خلال ايام هيفعلوا خيار السحب من باي بال على فيزا ريدوت باي. وبالتالي اما كنت عملت لكم فيديو قبل كده ان فيزا ريدوت باي بتفعل الباي بال، تقدر تشتري من خلال الباي بال عن طريق انه بيخصم منها، لكن ما تقدرش تسحب عليها من خلاله. يعني من الاخر كانت بتفعل الباي بال تفعيل جزئي وليس كلي. مؤخرا هيخلوا التفعيل كلي، وبالتالي انت هتستغنى عن كل الفيز سواء بقى المحلية او الدولية التانية. انت من الاخر كده هتبقى هي دي خيارك الانسب للباي بال. يعني من الاخر كده هتحول فلوس باي بال لعملات رقمية، وكمان تقدر بقى تحولهم لباينانس، تقدر تتعامل براحتك بعيد بقى عن الوسطة ووجع الدماغ ده. كنت شرحت لكم قبل كده فيزا ريدوت باي ومميزاتها. هي شغالة على 80 ل 90% من المواقع الدولية. هتلاقوني سايب لكم رابط التسجيل في وصف الفيديو. بمجرد التسجيل هم بيدوك $5 بونص كمشتريات، لكن ما تقدرش تستخدمهم الا بعد ما توثقها يا اما بالبطاقة الشخصية يا اما بالباسبور، ولازم تكون عديت ال 18 سنه. وكمان كنت شرحت لكم طرق الشحن يا اما من باينانس يا اما من المواقع اللي هسيب لكم الفيديوهات بتاعتها في الوصف. هم قالوا ان هم بيدوروا على متطوعين حاليا يجربوا عليهم خيار السحب بتاع الباي بال، وبيدوا بونص للناس دي $5. يعني من الاخر كده لو سحبت اصلا الباي بال بيخصم منك $5، فهم بيعوضوك $5 دي، يعني بيجربوا. وكده كده الموضوع ده قيد التجربة، واول ما يتفعل بشكل رسمي هعمل لكم تجربة حقيقية زي ما عودتكم كده للسحب من الباي بال على فيزا ريدوت باي، وتتحل بقى كل مشاكلكم. ان شاء الله الفترة الجاية سايب لكم مفاجأة وفيديو خاص عن الفيزا الجديدة اللي هي موس والت، اللي هي تعتبر البديل الاقوى لفيزا ريدوت باي. انا حاليا بجربها، لكن الشيء المميز فيها ان هم بقى بيحاولوا يعلوا على ريدوت باي. بيدوا بمجرد التسجيل والتوثيق، وبالمناسبة توثيقها بالبطاقة الشخصية برضو من اول 18 سنة، بيدوا $15 بونص. لكن شرط ان انت تشحن الاول ب5 وبعد كده تشحن ب10 بتاخد قصادهم نفس المبلغ. وبرضو بيقدموا بطاقات افتراضية وبطاقات برضو حقيقية، تقدر تشتريهم في اللي ب10 وفي اللي بكذا، وكل بطاقة بقى ليها مميزاتها وليها عيوبها. ان شاء الله الفترة الجاية هعمل لكم فيديو عنها. هتلاقوني سايب لكم لينك التسجيل بتاع تطبيق موس والت في وصف الفيديو. لو عايز تجربها قبل ما اعمل الفيديو تمام، عايز بقى تستنى الفيديو تمام برضو. وطرق شحن موس والت هتبقى هي طرق شحن ريدوت باي، لكن بقى زود عليها شوية خواص ومميزات مش موجودة في ريدوت باي، وبرضه ممكن يكون في عيوب مش موجودة في ريدوت باي. وبالتالي يكون معاك ده بديل وده بديل، ومعاهم فيزا بتنوب، تبقى انت كده محتاجتش اي بنك محلي تستعمل البطاقة بتاعته تشتري بيها اونلاين. اتمنى الخير والتوفيق للجميع، ربنا يعلم. بحاول اجيب لكم افضل حاجات تسهل لكم شغلكم الاونلاين. شكرا جدا يا جماعة لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.